ربنا يجعله في ميزان حسناتي، قولوا امين. لان هفيدكم في الفيديو ده بكل الاسرار والتفاصيل اللي تخليكي تعملي احلى فلافل او طعميه حسب ما بتسموها. هقول لك ايه اللي يخليها تشرب زيت او تفك معاكي في الزيت او يطلع لونها غامق او تطلع مكتومه. كل الحاجات دي هجاوبك عليها، وازاي تبقى مقرمشه معاكي من بره وطريه من جوه. باذن الله هتنول اعجابكم، وقدموها بقى زي ما انتم شايفين مع المخلل والجرجير. هنبدا الطريقه مع بعض. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا معايا نص كيلو من الفول المدشوش، ده بتجيبيه من عند اي علاف، بتغسليه وتشطفيه كده وتصفيه، وبعد كده تنقعيه في الميه 3 ساعات مش اكتر من كده. اول حاجه لو نقعتيه اكتر من كده اللي بيخلي الفلافل تطلع معاكي مكتومه، غير ان البقوليات بنقلها عشان تبقى طريه معانا، وغير كده عشان خاطر القولون. ف3 ساعات كافيين قوي. بعد ال3 ساعات خلصت من الميه وشطفت الفول. اهم حاجه برضو خلال النقع تبقي غير الميه من 3 ل 4 مرات. هنا بقى اول سر من اسرار الفلافل تبقى معاكي ناجحه مليون في الميه، وما يبقاش لونها اخضر كده وتبقى طالعه غامقه بعد ما بتقليها في الزيت، وبتاخد لون بسرعه وبتبقى نيه من جوه. لكن الطريقه اللي هقول لك عليها تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. هنا بقى ده الكرات البلدي ده هستخدم من نص كيلو. انا زي ما قلت لكم استخدمت نص كيلو. هتستخدمي له حزمه يعني تكون وسط اللي انتوا شايفينها معايا. دي الكميه كده. هنا قرن فلفل احمر، ده حراق حسب الرغبه، وتقدري كمان لو حابه تحطي فلفل اخضر مفيش اي مشاكل. اهم حاجه بقى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انا الفول حطاه في مصفى يصفي ميته. هنا بقى البصلايه الصغيره خالص دي اللي هتستخدميها لنص كيلو فول، ما تكتريش عن كده صدقيني، لو زودتي بصل هتفكي معاكي. فانا استخدمت للنص كيلو البصلايه الصغيره دي. وحابه اقول لكم ان في مطاعم ما بتستخدمش بصل نهائيا صدقيني، وانا شفت الكلام ده بعينيا علشان ما تفكش معاهم في الزيت. فاحنا هنستخدم خير الامور الوسط، البصلايه الصغيره دي. وبعد كده بقى التوم حسب رغبتك. التوم طبعا بصوا اساسي ريحه الفلافل الكرات والتوم. فهستخدم 3 فصوص من التوم. لو حابه تزودي عن كده 5 6 فصوص عادي مفيش مشاكل، تقدري تستخدمي من 5 6 فصوص، بس انا اكتفيت بالثلاثه. اقلب كل المكونات مع بعضها. وعشان نبقوا متفقين مبدئيا، الفلافل اللي بتتعمل في البيت عجينه الفلافل غير اللي بتبقى في المطاعم، علشان هم مش بيستخدموا كبه زينه، ده بيعملوها في حاجه اسمها الحجر. حتى انت لو عملت سيرش عن المطاعم هتشوف الحجر ده. فده طبعا بيسهل عليهم عن الكبه عننا، وبيدخل للعجينه هواء. فاحنا بقى علشان طبعا هنستخدم الكبه هقول لك ايه اللي يساعدك يخلي العجينه هشه معاكي ويبقى داخلها هواء وتطلع معاكي زي بتاعه المطاعم واحلى باذن الله. طبعا انا مش بنزل بالكميه كلها مره واحده، على مرتين زي ما انتم شايفين كده. هحاول اقرب لكم اكتر الصوره. بتبقى زي ما انتم شايفينها كده خشنه، يعني دي كده ما ينفعش اكورها واحطها في الزيت زي قرص الفلافل اللي انت بتشوفيه، مش هتظبط معايا. فانا اخدتها فرمه تانية. الكميه بقى اللي انا هستخدمها هفرمها، الكميه اللي انا هفرزها بنفس الطريقه كده، ما استخدمتش اي بهارات، هتحفظيها بالطريقه دي. هنا بقى اللي هتسهل عليك الموضوع وهتدعي لي من كل قلبك طماطمايه. انا مثلا استخدمت ربع كيلو، اخدت طماطمايه صغيره قطعتها. ضروري جدا تتخلصي من القشر بتاع الطماطم. ليه بقى انا استخدمت الطماطم؟ علشان تطري معايا العجينه. هتقولي لي ما انت ممكن تستخدمي ميه. انا هستخدم معاكم 3 معالق ميه بالعدد. انت لو زودتي ميه عن كده الفلافل هتفك معاكي برضو في الزيت، يعني انت هتظبطيها كتر الميه مش حلو للفلافل. فانا الطماطميه دي هتساعدك ان هي تبقى معاكي العجينه طريه. هتشوفوا دلوقتي القوام وهتشوفوا معايا بالظبط 3 معالق ميه مش اكتر من كده اللي هستخدمهم لربع كيلو. بهاراتي بقى ملح وكزبره ناشفه. البهارات زي ما اتفقنا هتحطيها على العجينه اللي انت هتعمليها دلوقتي، لكن اللي هتفرزيها في الفريزر زي كده انا مش هستخدم طبعا كل الكميه، هتشيليها من غير بهارات. ولما تيجي تخرجيها من الفريزر تفك معاكي، هتستخدمي لها الطماطميه عادي وتحطي البهارات بقى اللي انت حباها. هنا المكون اللي هيخلي العجينه هشه معاكي البيكنج باودر. بلاش الكربوناتو، البيكنج باودر افضل. وبرده زي ما اتفقنا انا هقول لكم كل اسرار الفلافل. لو زودتي عن اللي انت شفتيه المقدار ده انا استخدمته لربع كيلو، لو زودت عنه هتفك معاكي وهتشرب معاكي زيت كتير. فخلي بالك حاجه بسيطه خالص من الكربوناتو. زي ما اتفقنا المطاعم مش بتستخدم كربوناتو عشان الحجر اللي بيطحنوا فيه العجينه دي بيدخل للعجينه كافي ان هو يدخل للعجينه هواء. فزي ما اتفقنا بتاعه البيت هنستخدم لها حاجه بسيطه من البيكنج باودر. وهنا بقى انا حطيت البيكنج باودر والبهارات في الكبه عشان ما تقلبيش كتير وتخرجي الهواء منها. وتقدري لو ما انتش حابه تستخدمي البيكنج باودر، لو عندك مضرب كهربائي
تخفقيها فيه كده لمده 5 دقايق، هتدخل هوا برده العجينه زي ما شفتوا معايا. دي كده اللي هفرزها في الفريزر وقت ما احب استخدمها زي ما اتفقنا، ما عليهاش اي حاجه ولا بيكنج باودر ولا اي بهارات. بالنسبه للبهارات بقى، اي بهارات انت حباها تقدري تحطيها في الكبه زي ما اتفقنا. في ناس بتستخدم جوز الطيب، في ناس بتستخدم شمر، ينسون، كل الحاجات دي بتبقى مجروشه، زر الورد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا مش بنستخدم كمون. في ناس بتستخدم السبع بهارات، اللي انت حباه بقى تقدري تحطيه، دي اذواق. هنا معايا شويه الميه اللي هبلي فيهم ايديا. ومعايا السمسم برضو حسب الرغبه. الميه بتبلي ايدك فيها ليه؟ عشان العجينه لما تلزق في ايديك وتعملي واحده تانية تبقي اتخلصتي من العجينه اللي في ايدك اللي عملتي فيها اول واحده. فاهمين قصدي انا اقصد ايه؟ بعد كده بقى بترشي رشه السمسم. الخطوه المهمه جدا برضو حابه اقول لكم عليها، انت ممكن تظبطي كل المقادير وما تبقاش حلوه معاكي. هقول لك ليه بقى. اول حاجه حطيت شويه زيت على النار، عاوزه اطعم الزيت كده، حطيت بصلايه، حطيت فلفل اخضر، حطيت فصين من الثوم. عاوزه ريحه الزيت كده تبقى حلوه علشان لما اقلي فيها الفلافل يعني. دي خطوه اختياريه براحتك. هخرج بقى الحاجات دي بعد ما اخدت اللون وهتدي ريحه كده حلوه. الزيت يكون سخن قوي اول ما تنزلي بالفلافل، وبعد كده يعني انت بتبقي مسخنه الزيت، وبعد كده بتخلي النار وسط لغايه ما تخلصي كل الكميه. بتبقى درجه الحراره قلت علشان كميه الفلافل اللي انت حطيتيها، فبتبداي تعلي النار بقى على اعلى حاجه. هنا زي ما انتم شايفين معايا الزيت معايا سخن خالص، بس انا مخليها النار وسط. ليه بقى مخليها وسط؟ انت لو حطيتي والنار معليها خالص والزيت بيغلي كده هتاخد لون معاكي بسرعه وهتبقى نيه من جوه. فكلها خطوات بسيطه، خلي بالك منها عشان تعملي احلى فلافل. ولو نزلت بزيت بارد هتشرب معاكي زيت وهتفك منك برده. فخير الامور الوسط في كل حاجه. بعد ما خلصت بقى كل الكميه ونزلت بيها، ببدا على طول اخلي النار عاليه، وحاولي تبقى ايديكي خفيفه بسرعه. يعني المكوره الحجم الصغير دي ما بتاخدش وقت، بتبقى اسهل من اللي احنا بنعملها قرص زي ما انتم شايفين معايا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتمنى من كل قلبي ان انا اكون فدتكم بالفيديو ده. ولو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وبرده حابه اقول لكم ملحوظه، لو انت حابه تعمليها الفلافل شايفين ما شاء الله اللهم بارك، خرجيها بقى على مناديل المطبخ، ما عندكيش ورقه من كراسه الرسم او على عود خضر عندك، المهم عشان تتخلص من اي زيت فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. لو انت حابه تحطي بضايه على الربع كيلو تربيها في سنه فلفل اسود علشان الزفاره وما تستخدميش بيكنج باودر، هتبقى الفلافل هشه معاكي. وحاولي قرص الفلافل ما تبقيش مخليها سميك علشان ما تطلعش مكتومه. ان شاء الله الفلافل دي هتنول اعجابكم باذن الله. بس بقى البيض لما بنحطه على الفلافل الزيت مش بتعرفي تستخدميه في اي حاجه تاني عشان بيبقى فيه ريحه زفاره غير للفلافل. تقدري بقى تخصصي الزيت ده لو استخدمت بيض تخصصيها للفلافل، مش هتستخدميه في اي حاجه تانية. ضروري جدا تتخلصي بقى من البواقي دي علشان ما تلزقش معاكي في الفلافل اللي هتحطيها تاني مره وتاخد لون وتتحروق معاكي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا انا ما استخدمتش لو لاحظتوا لا كزبره ولا شبت ولا بقدونس، الحاجات دي بتغمق معاكي لون الفلافل. لو انت حابه تستخدميها بقى قطعي الورق مش العيدان فوق كده العجينه، رشيها واستخدمي على طول قبل ما تقلي في الزيت، تديها رشه بس كده وما تقلبيش في العجينه زي ما اتفقنا عشان ما تخرجيش الهواء منها فتطلع معاكي مكتومه. وحابه برضو اقول لكم ملحوظه، الكزبره الناشفه ما تزوديش زياده عن اللزوم منها علشان دي برضو بتخلي العجينه مكتومه. شفتوا المقدار اللي انا استخدمته للربع كيلو. اتمنى من كل قلبي ان انتم تكونوا استفدتم من الفيديو. كنت معاكم فاتن الجندي، نتقابل في فيديو جديد سهل وبسيط. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.